بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الرسول الهاشمي الأمين. الإخوة والأخوات، أبناء شؤون الشمال خاصة والأخوان كامة، وجميع ضيوفنا الأكارم الذين وفدوا إلينا من باقي مناطق المملكة، أهلا بكم وسهلا. يطيب اليوم، هذا اليوم الطيب بوجودكم. إخواني الكرام، نحن اليوم أمام مناسبات عديدة كلها فرح، وكلها ما شاء الله تعطي للأردن حقه في العطاء وفي النمو وفي الازدهار، وهو يكاد يكون جزيرة وحديقة تفوح رائحتها بالطيب ومنتجاتها بالخير ضمن إقليم ملتهب ترى بها العواصف من كل جهة. عيد الاستقلال، يوم الاستقلال هو يوم الوطن، هو يوم الأردنيين كله. الاستقلال هو التخلص من الاستعمار، من قيادة أجنبية إلى قيادة وطنية، ومن أناس ينهبون ثروات الوطن ويديرونها إلى رجالات الوطن الأوفياء الذي يقودونها. الملك الشهيد رحمة الله عليه الملك عبد الله الأول هو الذي قاد مسيرة التحرر من الاستعمار البريطاني، وحوله جميع أبناء شعبنا الأردني وجيشه الباسل والأجهزة الأمنية وعشائره، وكلهم وقفوا حتى أخذ الأردن استقلاله كاملا في عام 1946. وكان الأردن في طليعة الجيوش العربية التي هبت نجدة فلسطين في عام 48، واستطاع أن يحمي القدس والضفة الغربية من احتلالها من العدو الصهيوني. ثم اغتيل الملك الشهيد في ساحة المسجد الأقصى، وهو كان يطلب الشهادة، هو الذي كان يطلب الشهادة. نصح بعدم الذهاب إلى المسجد في ذلك اليوم، إذ أنه قال: أمنيتي أن أكون شهيدا في المسجد الأقصى. تسلم الرسالة بعده الملك طلال، وكان أول دستور أردني عريق على مستوى العالم هو دستور 52، وأصيب بمرض ثم تسلم الراية الملك الباني رحمه الله، حتى أصبح الأردن نموذجا يحتذى في كل أنحاء العالم. ولي قصة أشرحها في كيف كان الأردن في هذه الظروف، وكيف أصبح من جامعات لم يكن عندنا مدارس، لم يكن عندنا تعليم، صحة، كهرباء، مشاريع، إلا أنه في عهد الملك الباني الملك الحسين رحمه الله تمت بناء الجامعات الأردنية، التكنولوجيا، اليرموك، مؤتة وغيرها من التقدم بالقطاعات الصناعية، وسواء بعدين قناة الغور الشرقية، مطار الملكة عليا، هذه كلها منجزات كانت لها دور مهم حتى أصبح الأردن غاية. كنت رئيس وفد أعيان، ذهبت إلى عمان ولم أدري هناك، لا يعني ما بعرف يعني عن أي حدا طبيعة عمان وكيف، ما في أعرف. فلما وصلنا إلى عمان، وصلنا كرئيس وفد في ذلك الوقت 2010، استقبلونا في اليوم التالي عقد المؤتمر، وكانت أحداث غزة في عام 2010، وكان المؤتمر متخصص بكيف يعني ينجد إخواننا في أهل غزة في ذلك الوقت. انتهى المؤتمر ودعانا رئيس مجلس الشعب العماني، جلسة جانبية أنا ورئيس 24 وفد عربي من الدول العربية. فكان في جلسة خاصة وجه سؤال إلي، ولم أكن بيني بينه علاقة ولا معي انسانات، جينا بالليل ونهار فتنا على الفندق وبعدين على المؤتمر. فكان أول سؤال وجهه إلي: يا فلان، ما هو أجمل شيء وجدته في عمان؟ حقيقة لم أكن أعرف شيء. ماذا أجيب؟ رب العالمين أسعفني بجملة واحدة من 4 كلمات. قلت له: يا سمو الشيخ، هو ابن عم السلطان، أكثر شيء أعجبني في عمان
أدب العمانيين وحسن أخلاقهم. كان الجواب صاعقا لي ولكل الوفود العربية، وإذا به يجيب: هذا الأدب وهذا الأخلاق الطيبة تعلمناها منكم يا الأردنيون، أنتم علمتم إياها. للأمانة أنني بهتت بهذه الإجابة، لم أصدقها. صفنت صفنة طويلة ليسألني لماذا لم ترد علي. قلت يا سمو الشيخ: أبحث أفكر أحاول أن أجد كلمة جملة أفضل مما حكيت، مش قادر أوفيك حقك. قال له اسكت ولا كلمة، أنا بدي أقول لك الجواب وتفضل. قال: هذا الأدب والأخلاق تعلمناها منكم يا الأردنيين، والله بالحرف الواحد أنتم علمونا الأخلاق والأدب. كيف؟ قال: أبنائكم معلمينكم درسوا أولادنا وبنوا بنية تربوية لأهل عمان. جيشكم هو اللي أسس جيشنا ووقف معنا. كان في ثورة هناك، ثورة اسمها ثورة الظفار قبل فترة، فوقف جيشكم معنا، ولولا وقوف الجيش الأردني معنا لكان سيوضع عمان في حالة يتردى لها. جلالة المغفور له الملك حسين كان إذا سمع أي مشكلة في عمان يجي بطائرته دون ما يخبرنا، ويجي عنا ويقول لنا: شو بدكم؟ وجاءت الملك عبد الله كمان دائما يسأل عنا ودائما يلبي لنا كل طلباتنا. وابني أدرسه في جامعة اليرموك. هل هناك فخر وكبرياء أكثر من هذه السمعة قدام 24 وفد عربي؟ ألا يعتبر هذا قمة لعطاء شعب يقوده مواسل بني هاشم ورجالاتها الذين نذروا حياتهم لخدمة الوطن حتى أصبح نموذجا يحتذى؟ وحينما تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني وبالرغم من التحديات لكنه استطاع أن ينقذ الأردن بقارب النجاة في وقت غرقت فيه كثير من القوارب في البحور، حيث كانت الأمواج عاتية والرياح شديدة وغرق من غرق، لكن الأردن بحمد الله سلم وطلع صافي بحكم قيادة سيدنا. اليوم ما بدي أطيل، لكننا هذه مناسبة الاستقلال يجب أن نفتخر كأردنيين بقيادتنا الهاشمية، ونبقى دائما محل دائما نخوة وحمية لهذا القائد الشجاع الذي بدأ بالمئوية الثانية يبني نموذجا جديدا في الإصلاح وفي الإدارة وفي الاقتصاد ليظل الأردن دائما متفوقا. إخواني الكرام، في هذه المناسبة اليوم، هذه المناسبة تجمعنا أيضا بفرح كبير، فرح لسمو ولي عهدنا المحبوب الأمير الحسين حفظه الله ورعاه. هذا الأمير الشاب كل واحد منكم يعرفه، أصبح الأمير حسين كانوا من الغور، والله أبدا أكثر من مناسبة يجعل غور ويعرفوه ويجلسوا معه ويستمعوا. إذا استمعت منه أديب خلوق متواضع فهيم، رجل شجاع دائما وأبدا يتواصل مع المواطنين. هذا الفرح هو فرح لكل الأردنيين. أريد أن أقرأ بعض التعليقات البسيطة ذكرها سمو الأمير ولي العهد في قبل أيام. يقول: أبي ومليكي، تعلمت منك أن الشكر يزيد من النعمة، وأن محبة الناس مفتاح القلوب، وأن القائد الحقيقي هو الذي يتفانى في عمله بعزيمة وإخلاص. جملة تجسد في المعاني الكبيرة لهذا الشاب القائد الهاشمي. لقد فذرتني كما نذرتكم جدي الحسين رحمه الله لخدمة هذا البلد العظيم، وبإذن الله سأبقى وشعبك الوفي سندا وعونا لكم نخدم الأردن أرض المجد والكرامة.
ماذا تقول جلالة الملكة رانيا؟ تقول جلالة الملكة في هذه المناسبة: سيدنا جلالة الملك حسين رحمه الله لما كان في المستشفى في أمريكا وسمعنا أنه كان وضعه الصحي صعب، ذهبنا لزيارته وقلت له: أنا أوعدك إني راح أربي ابني الحسين على فضاك، وأنا أشوفه كيف الآن جندي شجاع قوي مثل أبوه وعلى خطى جيد جدا يا حسين. فأقول الآن وفيت بوعدي لك يا جلالة الملك المغفور الحسين في هذه بما قدمته من تربية كريمة لولي العهد. الأمير الحسين يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة متميزة بذكاء حاد وحضور قوي بين المجاميع، ويشتهر بقدرته على قيادة المجموعة والتحدث معهم بطلاقة وثقة، ومن المعروف تواضعه وسط محبة الناس. في عام 2017 حينما كان عمره 20 سنة، الأمير الحسين كان عمره 20 سنة، أشهر شخص في العالم يرأس مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. في عام 2015 تم افتتاح المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن الذي انعقد في عمان. قال سموه: من يمتلك المفاتيح لعقول الشباب تفتح له أبواب المستقبل، وأنتم أيها الشباب هم تطلعات سمو ولي العهد وجلالة الملك لتكونوا على نفس الخطى. هذه الاستراتيجية اتبعها كل من يريد أن يرسم ملامح الأجيال، فالشباب إن اقتنعوا برسالة يكرسون حياتهم بإنجاحها. نحن اليوم أمام هذا الفرح الكبير نقول مبروك لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا والشعب الأردني بفرح سمو ولي العهد. من هنا من أبناء الأغوار عامة ومن أتونا زوارا كلنا نقول مبارك لولي عهدنا، ونتمنى من الله أن يكون زواجا سعيدا ويعيش حياة هذه الحياة يقود بها وطننا ليسير على خطى الهاشميين الذين دائما يحملون راية العروبة وراية التحرر والكرامة وراية التحديث، ليكون الأردن دائما وأبدا دائما يعني المميز بين جميع أبناء هذا بين جميع المناطق في العالم. والحمد لله هناك شهادات كثيرة أعرفها، ولكن الوقت في الأردن وبقيادته كيف أذكر مرة كانوا يقولوا أهليات الأردنيين بحكمكم الهاشمي بما فيه من تسامح وكرم وأصالة. لا ننسى في هذه الأيام أن برضو دائما نشد على إخواننا رجال القوات المسلحة الأمن العام بكل مراحل، لأنهم هم الذين يقفون ليلا ونهارا حماة للحدود، حماة للعرض والوطن، حماة للتراب والأرض، حماة لأرواحنا وأبنائنا، فلهم منا كل تحية وكل تقدير. عاش الأردن، عاش جلالة الملك ولي عهد الأمين، وحفظ الله أردن بالغا، حفظ الأردن دائما وأبدا من كل فتنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبما نعمة منكم الله.